يا مساء الخير. راح نسوي اليوم بلح الشام بطريقة مرة سهلة، مكونات مرة بسيطة. أول حاجة راح نجهز القطر. أضفت السكر والموية، خليتهم يغلوا على النار لين ما ذاب السكر. بعد كده أضفت عصير نص حبة ليمون وخليتهم يغلوا 10 دقايق، وبعد كده نخليهم يبردوا تماما. جهزت المكونات الجافة، راح أكتب لكم هي بالتفصيل، وخليناها على جنب. وبعد كده بقدر على النار راح نضيف الموية والزيت، ملعقة سكر، نص ملعقة خل أو عصير ليمون. وأول ما تبدأ تغلي معانا راح نضيف المكونات الجافة ونحرك باستمرار إلين ما تتجمع معانا كورة. وهنا استخدمت العجان عشان أبردها، استخدمت مضرب البادل، وبعد ما طلع منها كل البخار راح أضيف البيض بالتدريج. استخدمت 3 بيضات وأضفت ملعقة فانيليا. أنا مستخدمة دقيق الكويتي، ممكن تختلف كمية السوائل من دقيق للثاني. وبعد ما وصلت للقوام المطلوب، العجينة تكون مطاطية بهذا الشكل، راح أستخدم هذا القمع، بكتب لكم رقمه. الأفضل إنكم تستخدموا كميات صغيرة في الصب عشان تكون سهلة عليكم. وهنا نزلناها في زيت يكون بارد تماما، وبعد كده على نار متوسطة راح نقلب باستمرار إلين ما نحصل على اللون الذهبي المطلوب. وبعد كده راح ننزلها في القطر البارد اللي سويناه أول حاجة. وبعد ما نخلص كل الكمية راح أصفيها من أي قطر زايد، وبعد كده على صحن التقديم زينتها برشة فستق. وعليكم بألف عافية، ولا تنسوا تشاركوا الوصفة مع الأهل والأحباب.